في ناس أول لما بتمشي بتسيب وراها ريحة خير تخليك تدعي ليهم حتى لو انت عمرك ما شفتهم، وناس تانية تمشي وتسيبك تدعي على نفسك انك عرفتهم اصلا. الفرق هنا مش في العمر ولا في الكلام، الفرق في البصمة اللي بيسيبها كل واحد وراه. انت عارف انت ممكن تعيش 90 سنة وتطلع من الدنيا كأنك قاعد على الكنبة بتتفرج على حياتك وهي بتعدي. لا عملت خير ولا سبت حتى ذكرى، ولا حتى سبت حاجة يتقال عليها الله يرحمه، ده كان راجل كويس. في المقابل بقى ممكن تعيش 30 سنة بس وتعمل خير وتسيب سيرة كويسة تخلي الناس تحكي عنك جيل ورا جيل. يعني القصة هنا يا أبو حميد مش مين عاش أكتر، القصة مين عاش أجمل وأذكى، ودي للأسف حاجات ناس كتير أوي مش فاهمينها. طيب انت عارف لما تكون قاعد ساكت كده وفي واحد يجي في بالك وتفتكر الواحد ده بالضحكة الحلوة بتاعته؟ أيوة هو ده اللي قلبه طيب، اللي بيعمل خير. تلاقي الراجل ده لو شايف حد زعلان بيضحكه، ولو لقاك في دقيقة بيقف جنبك. ده واحد عايش كده بيوزع ورد في الأرض حتى لو الأرض دي مش أرضه. في ناس كده يا أبو حميد لو دخلوا أي مكان بيحولوه لجنة صغيرة، كلامهم طيب ونيتهم صافية. شفت بقى كل الكلام اللي أنا قلته لك ده؟ في نوع تاني بقى من البني آدمين لو جه زارك عايز تفتح الشبابيك بعد ما يمشي وترش معطر كمان. الناس ديت وجودهم تقيل وكلامهم مؤذي. النوع ده عمره ما بيوزع خير، ده بيشيل شوك في جيوبه ويقعد يرميه على الأرض. تلاقيه بيسيب في حياتك جرح أو يضيع عليك فرصة أو يكسر حاجة جواك. والأجمد إن هو يمشي ويمشي كمان وهو فاكر نفسه ماشي عادل. الأثر يا معلم دي حكاية هتتحكى بعد ما انت تمشي، هتخلي الناس تترحم عليك أو ينعلوا اللي خلفوك. اللي مش فاهم النقطة ديت بيعيش وخلاص، بيعيش لنفسه، وده أسوأ استثمار في الحياة. انت في الآخر مش هتاخد معاك غير عملك وسيرتك. عملك هيبقى معاك في الآخرة وسيرتك هتبقى موجودة في الدنيا. حتى لو كنت غني ومشهور، أول لما هتموت الفلوس هتروح لغيرك والشهرة هتتبخر، واللي هيفضل يا أبو حميد السيرة الطيبة. يا معلم احنا عايشين وسط ناس كل كلمة وكل فعل وكل موقف بيزرع فيك حاجة، يا إما تزرع خير يا إما تزرع شر. والأجمل إنك تزرع خير، والأجمل كمان إنك تزرعه من غير مقابل، لأنك بتعمل كده عشان أنت حد كويس، مش عشان حد يقولك شكرا. اوعى تفتكر إن البصمة الحلوة ديت محتاجة إنك تبقى شيخ أو ملاك. لا يا معلم، أنت ممكن تسيب بصمة عادي خالص وأنت شخص عادي، تقف جنب حد، تضحك حد زعلان. الحياة قصيرة مهما طولت، والسيرة يا أبو حميد أطول من العمر، وانت كمان اللي بتحدد هتسيب ايه للناس. خلي بصمتك حلوة مش عشان الناس، عشانك انت، عشان لما تسيب الدنيا وتمشي سيرتك تبقى كويسة. سيرتك هي الحاجة الوحيدة اللي هتفضل ماشي وراك.